مرحبا أعزائنا المتابعين، واليوم سوف نتعرف على كل مجلس من مجالس الهيئات واللجان التنفيذية. سنبتدئ بمجلس التربية والتعليم. ما هو مجلس التربية والتعليم؟ المادة رقم 98 تنص على: مجلس التربية والتعليم يتشكل من ممثلي المؤسسات والجهات المعنية بالتربية والتعليم، ممثلي مجلس الجامعة، هيئة التربية والتعليم، مؤسسة المناهج، مؤسسة اللغة، اتحاد المعلمين، مؤسسة الهيئة التدريسية، ومراكز البحث والدراسات، لجان الجينولوجي، وممثلي الكومينات والمجالس الشعبية، ومن ممثلي اتحاد الطلبة. يقوم بتوضيح استراتيجية التربية والتعليم، يقوم بتعليم اللغات الرسمية واللغات الأخرى المتواجدة ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية، يهتم بالتوعية الشعبية، يقوم بتطوير ذهنية الأمة الديمقراطية بدءا من مرحلة الحضانة وحتى مرحلة الجامعة، يقوم بتطوير المشاريع التربوية والمناهج التعليمية والتثقيفية والعلمية من أجل كافة فئات المجتمع، يطور المؤسسات المختصة بعمله، يقوم بفتح الأكاديميات التي تعمل على تأهيل الكادر التربوي من أجل كافة. إلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.